من جديد منطل عليكم فقرة جول نجماوي. الجولة الرابعة من سداسية البطل حملت مواجهة حلوة وحماسية بين نادي الوطن والحصان الأسود. هدفين كانت غلة أبطالنا وبنكهة برازيلية. عبر النجمي هيدا التحدي الصعب وبقيت شباك السبع نظيفة. الهدف الأول اجا بالدقيقة 16 من الشوط الأول بعمر المباراة، انطلاقة من الوسط عبر بلال نجدي لتوصل لكريم أبو زيد ليحولها لعلي رضا اسماعيل على الجبهة اليمنى، يلي بدوره بيفتح باس رائع لجوفينيو ليسجل الأخير هدف التقدم وفرحة هستيرية نبيذية. أما الجول الثاني حصل من خلال توغل علي علاء الدين يلي بيوصل الكرة للمتألق علي رضا اسماعيل كمان من الجهة اليمنى، بيستلمها من بعده حسن كوراني بنفذ رفعة على المسطرة لجوفينيو يلي قدر يهز الشباك للمرة الثانية على التوالي باللقاء ويحقق انتصار غالي للنجمي على حساب شباب الساحل بالشوط الثاني وبالدقيقة 78. ألف مبروك يا شعب النجم العظيم، وشكر كبير لأبطالنا المخضرمين، أداء بيرفع الراس.